السلام عليكم اسكا في شو يا في شو، رمضان كريم عليكم. يعود علينا وعليكم بالخير، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله بإذن الله. هنا هو فلا في جروي عشان نتكلم على شعراءنا وفنانينا بقريتي الحبيبة عنيب الخير، وإن شاء الله ينول إعجابكم. ومعانا الأستاذ هيقدم لنا هذا المشوار العظيم لشعرائنا وفنانينا ولاعبينا إن شاء الله بإذن الله. تعالوا نسمعوا إن شاء الله ينول إعجابكم. تعالوا. الفن ما يقلش عن المجال الرياضي او المجال السياسي او اي مجال في عنيبه. بسم الله ما شاء الله هم متفوقين في كل حاجه. عندهم ابازيد سيد ابازيد عميد الفن، الفنان عوض بحر، ودخل الفنان سيد ابراهيم، في عيسى تميم، وفي صبري حبيب، وفي جمال برجي، وفي المرحوم حسين احمد. دول طبعا كانوا بيحيوا الفرح اراجيد بالطار، يعني احسن من 100 مطرب ممكن يقف 3 ساعات يغني على مسرح. يعني بسم الله ما شاء الله كانوا بيحيوا الافراح بالاراجيد. بنتكلم بعد كده بقى في الشاعر الكبير طارق الوكيل، وده في الكلمات. يعني اي حد اللي بيجيب كلماته بسم الله ما شاء الله يعني شاعر لا يشق له غبار رحمه الله عليه. في الفنان طبعا سيد ابراهيم سيد جورتي غني عن التعريف. في الكروان الفنان غازي سعيد طبعا برضه غني عن التعريف يعني. وفي النجم الصاعد سامي ربيع، يقال ان هيطلع يكسر الدنيا يعني. فعنيبه ولاده في كل المجالات، في الرياضه وفي الفن وفي السياسه. عنيبه قريه كبيره وقريه ولاده. دلوقتي بقى هنيجي لسؤال حلقه النهارده، ولكن انتظروني بقى. الله الله بالفعل يا أستاذنا الفاضل، حياك حياك حياك، وتحياتي لكم. وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة، وتحياتي لكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم. عافية انجيلو.